السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ان شاء الله في قصة جديدة، والقصة دي حلوة قوي، فيها عبرة كبيرة جدا. وبنقول ان المعروف بيقي مصارع السوء. القصة دي يا حبايبي قصة حدثت في البدو. كان في يا حبايبي راجل يسمى ابن جدعان. عمل ايه؟ تصدق بأحب ماله إليه، وكانت ناقة إلى جار فقير الحال له 7 بنات. فرح الجار الفقير فكان يشرب هو وبناته من لبنها. ولما جاء الصيف بجفافه وقحطه تشققت الأرض، فخرج ابن جدعان مع البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلأ في الدحول، وهي حفرة في الأرض توصل إلى محابس مائية. ودخل إلى إحداها ليحضر الماء حتى يشرب، وأولاده الثلاثة خارج الدحل ينتظرون. فضاع تحت الدحل ولم يعرف الخروج. انتظر أبنائه يوما ويومين وثلاثة حتى يئسوا، فقالوا يا حبايبي؟ لعل ثعبانا لدغه ومات، أو لعله تاه تحت الأرض وهلك. المهم راحوا رايحين يا حبايبي البيت، فذهبوا إلى البيت وقسموا الميراث. وقام أوسطهم وقال: أتذكرون ناقة أبي التي أعطاها لجاره؟ إن جارنا هذا لا يستحقها. فأخذوا بعيرا أجربا ليعطوه للجار بدل الناقة. فقال الجار: إن أباكم أهداها لي، أتعشى وأتغذى من لبنها، فاللبن يغني عن الطعام والشراب كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أعد لنا الناقة خير لك، وخذ هذا الجمل. قال: أشكوكم إلى أبيكم. قالوا: اشكي إليه فإنه قد مات. قال: مات؟ كيف مات؟ ولم لا أدري. قالوا: دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج. قال: اذهبوا بي إلى هذا الدحل، ثم خذوا الناقة وافعلوا ما شئتم ولا أريد جملكم. المهم راحوا رايحين يا حبايبي، خدوه معاهم ودوه لغاية الدحل، فذهبوا به إلى المكان الذي دخل فيه صاحبه الوفي، وأحضر حبلا وأشعل شعلة ونزل يزحف حتى وصل إلى مكان يحبو فيه. وإذ به يسمع أنين الرجل، فوضع يده فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع من الضياع. حمله خارج الدحل وأعطاه التمر وسقاه وحمله على ظهره، وجاء به إلى داره. ودبت الحياة في الرجل من جديد، وأولاده لا يعلمون. قال: أخبرني بالله عليك، أسبوعا تحت الأرض وأنت لم تمت؟ قال: سأحدثك حديثا عجبا. الراجل يا حبايبي اللي هو جاره بيسأله جاره يا حبايبي، بيقول له: ازاي تقعد أسبوع تحت الأرض وما متش لغاية دلوقتي؟ فبيقول له: ايه بقى يا حبايبي؟ انا هقول لك قصة عجيبة حصلت معي. بيقول له: ايه يا حبايبي؟ بعد 3 أيام فقدت الأمل وسلمت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بلبن يتدفق على لساني. أحس بلبن يتدفق على لساني. فاعتدلت فإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي، فأرتوي، ثم يذهب كل يوم 3 مرات، ولكن منذ يومين انقطع، لا أدري ما سبب انقطاعه. يقول: فقلت له: لو تعلم سبب انقطاعه لا تعجبت أكثر. ظن أولادك أنك مت، وسحبوا الناقة التي كان يسقيك الله منها، والمسلم في ظل صدقته. وكما قيل: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. دي كانت قصتنا النهاردة يا حبايبي. أتمنى القصة تكون فيها عبرة وتكون نالت إعجابكم. فعلا صنائع المعروف بتقي مصارع السوء. كل ما تعمل خير ربنا بيسخر لك الخير اللي انت عملته، ولو عملت شر طبعا كل واحد بما صنعت يديه. يعني سبحان الله تعالى، الواحد بيبقى مثلا عامل خير
وبيجي في فترة مثلا يلاقي الدنيا واقفة معاه، بيبص يلاقيها ربنا فرجها من حيث لا يدري. ليه؟ لان هو كان دايما بيعمل خير، فربنا دايما يا حبايبي بيقف جنبه. فبيقولك ايه، كما تدين تدان، واعمل الخير ربنا هيردهولك ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تدعموني بلايك احلى اخوات لو القصة عجبتكم، وطبعا اعملوا مشاركة. وكل سنة وانتم طيبين، وطبعا رمضان بيخلص معانا والعيد داخل علينا، ويا رب اعيادكم دايما كلها سعادة وفرح. شكرا لجميع متابعيني من جميع انحاء الوطن العربي، حفظكم الله جميعا، وعسى اعيادكم كلها خير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله جميعا.